حاجه مهمه جدا جدا. طبعا انا جايبه لكم القاروره بتاعه الديسبنسر عشان عايزه اقول لكم على فكره رائعه عشان ندي بيها ولادنا فيتامين سي. دي من الحاجات برضو المهمه جدا، وفكره بسيطه جدا ومهمه ومفيده قوي. انا عندي قاروره الديسبنسر، قبل ما احطها في الجهاز بتاعها بفتح القاروره واجيب ليمونه، حتى لو نص ليمونه مفيش مشكله. بجيب الليمونه دي بعصرها جوه القاروره عند فوهة كده القاروره، بعصرها وبتبدا الليمون تتوزع في كل المولكيولز او كل الاجزاء بتاعه الووتر بتاعه الميه، ويبدا الفيتامين سي اللي جوه الليمون بقى في كل جزء من الميه. هنحط القاروره في الديسبنسر ونبتدي نشرب منها طول اليوم. على مدار اليوم احنا بنشرب فيتامين سي مع الميه بدون ما نحس، وملوش اي طعم. طبعا الليمونه على كل الكميه من الميه دي مش بتبان خالص. منها فايده للاولاد ولينا، ومناعه طول اليوم. باخد فيتامين سي وانا بشرب ميه بدون ما اخد تابلت، بدون ما اخد فيتامين سي فوار، بدون ما اخد مثلا عصير ليمون جوس كده. لا، هو عندي فيتامين سي طول اليوم. والحاجات دي مهمه جدا جدا ايام السكول عشان تزود مناعه ولادنا، واحنا عارفين ان كل سنه وانتم طيبين كلها كام شهر والشتاء يدخل. دي فكره جميله جدا وحبيت وحبيت اقولها لكم برضو في الوقت ده، مع الحاجات اللي بتزود مناعه الجسم ومع الحاجات الصحيه عشان تستفيدوا منها. الفكره دي يا ريت كل اللي عنده ديسبنسر يعملها. ولو مش عندك برضو عادي، في قاروره الميه بنعمل نقطتين ليمون على الازازه اللي احنا بنشرب فيها ميه، وبرضو بناخد نفس التاثير ونفس الفايده. في الولاد برضو الفلاسك بتاعت الميه بتاعتهم في السكول بنبدا نعصر نقطه او 2 من الليمون عليها عشان تعزز مناعتهم ويفضلوا هيلثي بيرسون طول الوقت، وربنا ان شاء الله يحفظهم لينا دايما. بس احنا بنحاول نقول الافكار اللي بتساعدنا وتبقى سهله وبسيطه وليها فايده كبيره.